2024 سنة جديدة، وإن شاء الله هتكون سعيدة ومليانة بالإنجازات والأهداف اللي احنا محققينها وحياة أفضل بإذن الله. الأول خلينا نخطط مع بعض كده ل 2024، بس مش لازم التخطيط ل 2024 يبقى كله عن السهر والخروجات والاحتفالات، لأن الحاجات دي أصلا مش بتاعتنا ومش هتفيدنا في حاجة. فاحنا الأول خلينا نركز كده في إن احنا نراجع اللي حصل السنة اللي فاتت، بس مش كل حاجة، وكمان نقيم الأداء بتاعنا بتاع السنة اللي فاتت ونخلي ده دافع يحفزنا كده لأن احنا نحط أهداف جديدة للسنة الجديدة. بتعدي علينا السنة بتبقى فيها أحداث كتير قوي وحشة وحلوة، بس احنا بطبعنا بنركز مع الحاجات اللي زعلتنا بس، عشان في الغالب بتبقى هي دي الأحداث الكبيرة. بس أنا النهاردة مش جاي أكلمكم عن الأحداث دي، أنا جاي أقول لكم تعالوا نبص كده بين السطور. زي ما بتبقى في حاجات وحشة، ربنا برضو بيعوضنا وبيكرمنا بحاجات بتهون علينا الوحش اللي حصل ده. زي ما ربنا بيكرمنا بالحاجات دي واحنا ما بنشوفهاش في وسط اللي بيبقى حاصل، أنا جاي دلوقتي أخليكم تشوفوا الحاجات اللي حصلت دي ونشكر ربنا ان هو بعتها لنا او ان هي اتحققت. خلي كل واحد فينا يقعد كده 5 جد مع نفسه، بعيدا بقى عن السوشيال ميديا بقى وعن الدوشة والحاجات دي. 5 هدوء كده، ونفتح النوت او ورقة وقلم، اي حاجة احنا بنكتب فيها، وهنعمل قائمة هنكتب فيها كل الحاجات الحلوة بس اللي حصلت السنة اللي فاتت، حتى لو كانت بسيطة وصغيرة. اي حاجة هتيجي على بالنا هنكتبها على طول، بس الحاجات دي هتبقى الحاجات اللي هي حصلت كده فجأة واحنا ملناش يد فيها. يعني مثلا دخلت امتحان ما كنتش حالة فيه كويس، وطلع بقى عمالة اقول ده انا هشيل المادة دي، ده انا مش هنجح فيها، وفجأة لقيت ان انا ناجحة فيها والحمد لله تقديري فيها كويس. كل الحاجات دي هنكتبها كده تحت بعضها، ونقعد كده نفكر قد ايه ان السنة زي ما كان فيها حاجات وحشة فيها كمان حاجات حلوة، وبدل ما نقعد نقول ده كانت سنة سودة، دي كانت سنة مش فايتة، دي مش عارفة ايه، لا هنقول الحمد لله على كل الحلو والوحش، لان ربنا لما بيبعت لنا ظرف مثلا او ابتلاء او اي حاجة بيبقى من وراها حكمة، فخلينا نحمد ربنا ونشكره على كل اقداره. وبعد ما نخلص قائمة الحاجات الحلوة دي هنعمل قائمتين، قائمة للاهل وقائمة للصحاب. الاهل هكتب بقى علاقتي بكل واحد فيهم عاملة ازاي، اللي هو مثلا انا علاقتي ببابا مش احسن حاجة، علاقتي باخويا متوترة، علاقتي بماما مش عارفة مالها، فهكتب جنب كل مشكلة حل او فكرة انا ممكن اعملها في العلاقة دي، اللي هو اشوف احسن العلاقة دي ازاي، ايه الخطوة اللي انا لو خدتها. يعني مثلا لو في حد انا ما بكلموش وجيت انا رحت كلمته، خلاص اتصالحنا بقت العلاقة كويسة، فاللي هو احاول ان انا كده ابص لعلاقتي بكل واحد في البيت عاملة ازاي واحاول ان انا احسن منها. ونفس الشيء هنعمله مع اصحابنا. ايه مثلا اللي بيخلي نعمل مشاكل، نزعل من بعض، بنضايق بعض في ايه او كده، نقعد نفكر في الحاجات دي ونكتب حلولها ونحاول في السنة الجديدة. وهنخلي ده روتين، يعني هو مش في خلال السنة دي بس، لا هنخلي ده دايما كده، نقعد كل فترة نقيم علاقتنا بالناس اللي حوالينا، ووصلنا لحد فين، طب وقفنا ايه، طب ايه المشكلة، طب نحل المشكلة دي ازاي، ونحاول ان العلاقات في حياتنا كده كلها تبقى سهلة وبسيطة. ففي النهاية هنقعد كده نبص، هنلاقي ان في حاجات حلوة كتير حصلت السنة اللي فاتت واحنا مش واخدين بالنا منها، او حتى لو مش كتير اهو في حاجة حلوة حصلت. يعني دايما الحياة مش سودة، لا هي في كده وفي كده، لو ربنا كده بيبعت لنا في نص كل حاجة كده حاجة كده تخلينا نكمل، تدينا دفعة وهكذا. فهنلاقي ان احنا قدامنا حاجات حلوة، فخلاص هننسى مؤقتا حتى الحاجات الوحشة اللي حصلت السنة اللي فاتت، نبص لنص الكوباية المليان كده زي ما بيقولوا. هنلاقي وحشة السنة اللي فاتت ما بقتش بالكبر اللي احنا شايفينه، وده يخلينا نبدأ السنة الجديدة على النظافة. خلينا ندخل بقى على السنة الجديدة. كل نهاية سنة بنقعد نقول لنفسنا بقى ايه، انا من بكرة انسان جديد تاني خالص، وتيجي بكرة يبقى شبه امبارح، يبقى شبه اول، وهكذا، والسنة تبقى شبه السنة اللي فاتت ما بحققش اي حاجة في حياتي. ده كله عشان انا اصلا حاجتين، يا اما ما بخططش اصلا للسنة، يا اما ما بخططش صح. فانا النهاردة جاي اقول لكم ازاي هنخطط صح وازاي هننفذ كمان صح. جايبه لكم كده معظم الاخطاء اللي كلنا بنقع فيها وهحطها قدامكم، نحلها ازاي، نتفاداها كمان ازاي. اول حاجة وهي محاولة تحقيق الهدف بشكل سريع. ما نخليش عندنا المهم ان احنا نحط هدف وننجزه، نحط هدف وننجزه ايا كان بقى هننجزه في قد ايه. ما نخليش دايما المتعة في الوصول، لا نحاول نخلي المتعة في الطريق قبل الوصول، عشان لما نوصل المتعة تبقى مختلفة، الشعور يبقى مختلف، مش هبقى عملت زي ما عملتش، لا نحاول ان احنا كده نحفز نفسنا. يعني مثلا انا حطيت هدف ان انا عايزة اخس 10 كيلو، انا مش هدخل انام دلوقتي
اصحى الصبح همنع بقى كل الاكل ودايت بقى، والحلويات اللي انا باكلها هشيلها، ده مش هيخليني اتقدم. ليه؟ لان دي بتبقى حماسه. المنطقي بيقول ان انا هبدا الاول ايه الدايت محتاجه، مثلا تنظيم الاكل وشرب الميه والحاجات دي. طب الاول الحاجه اللي هقدر اظبطها الاول شرب الميه، هشوف انا بشرب ميه ولا لا، وممكن ازودها وممكن كده تمام مش عارفه ايه. ده في اول اسبوع. تاني اسبوع مثلا هحاول ان انا اقلل اكلي وازود فاكهه ومش عارفه ايه. تالت اسبوع هلاقي نفسي ماشيه في الدايت عادي زي ما هو مطلوب مني، مش ان انا كل يوم بقى منع الاكل والحلويات وعايشه حياه قاسيه وبروح الجيم كل يوم اقطع نفسي عشان بدل ما اخس في 3 شهور اخس في شهر. نفس المثال ده بقى على كل حاجه احنا هنعملها. احنا حطينا هدف، خلينا الاول نفنطه كده الحاجات ونمشي فيه واحده واحده، والايام مش هتطير. يعني هي الفكره ان احنا بنحاول بس نحسن من حياتنا، مش نكبر حياتنا ونيجي على نفسنا ونخلي الدنيا اللي هو انا لو ما عملتش الحاجه دي انا هبقى فاشل. ده بقى هيودينا للنقطه التانية، ان انا هقعد طول الوقت اشكك في قدراتي. مش معنى ان انا فشلت في حاجه مثلا او في حاجات تمام، اما مفيش حاجه مثلا بتنجح معايا، مش معنى كده ان انا حد فاشل وطول الوقت اقول لنفسي قد ايه انا حد فاشل، قد ايه انا صعبان عليا حالي، انا ما بعرفش احقق حلمي، واقعد بقى ايه ابكي على الاطلال كده واركن في جنب بقى وخلاص بقى، ما انا كده كده مفيش حاجه نافعه. لو انت حد بتعمل كده او بتشوف نفسك كده، فانا جايبه لك الحل في 3 اسئله. اول سؤال، انا ليه فشلت اصلا؟ لازم اعرف السبب عشان احله. طب انا عرفت السبب خلاص، هسال نفسي السؤال التاني، هل ينفع استمر في محاوله لان انا احقق الحاجه دي ولا لا؟ طب انا لقيت ان انا ينفع استمر في محاوله الحاجه دي، هروح للسؤال التالت، ايه اللي ممكن اتعلمه او ابدا بيه علشان امشي على خطوات صحيحه عشان احقق الحاجه دي. مش هبقى كل شويه بحاول فيها والنتيجه صفر. خططت كويس ونفذت صح، الباقي بقى ده توفيق من عند ربنا، يا تظبط يا ما تظبطش. كلنا ممكن نبقى شايفين ان الحاجه دي هي يا خلاص هنموت، وبنيجي بعد كده نكتشف ان ربنا شايل لنا حاجه احسن، او حتى لو مفيش حاجه احسن الحاجه دي مش هتنفعني بس كده. فخلينا نعمل اللي علينا والباقي بقى بتاع ربنا. تالت حاجه وهي التفكير الكتير من غير فعل اصلا. انا ممكن اقعد النهارده اقرا اشهر الكتب عن تطوير الذات، واقعد بقى اجيب كل كتب العالم في تطوير الذات وتحقيق الاهداف والنفس ومش عارفه ايه، بس انا قاعده بقراهم بس ما بعملش اي حاجه. انا بفكر طول الوقت، بخطط، بس انا في التنفيذ على ارض الواقع انا ما بعملش حاجه. طبيعي جدا لو قعدت تقرا كتب العالم كلها، لو قعدت تفكر تفكير العالم كله وانت ما خدتش خطوه، مفيش حاجه هتتحقق. احنا لازم نقرا ونثقف نفسنا والدنيا دي، بس لازم مع التفكير نطلع بافكار نطبقها. فاحنا لازم لما نطلع بفكره نحط لها وقت، مش لازم الوقت ده يبقى بالدقيقه والساعه والايام، لا عادي، هي ممكن فتره، لو مثلا فتره الشتاء، فتره الصيف، ممكن فتره الاجازه، يعني اي فتره اللي هو انا لازم هنجز الحاجه دي في الوقت ده. عشان زي ما قلت كل ما هننجز حاجه كل ما ثقتنا في نفسنا هتعلى وهنحس ان احنا جامدين، انا الجامد، انا المطرشم كده. يعني سخيفه قوي صح؟ انا كنت عارفه بس هي في دماغي كانت احلى والله. يلا ما علينا. رابع حاجه، عدم متابعه الخطوات. يعني مثلا لو انا حطيت هدف وقعدت اشتغلت فيه على الله كده، بعد فتره هحس ان انا ما انجزتش حاجه. ليه؟ لان مفيش حاجه ملموسه انا شايفه ان انا عملتها، غير لما اعمل خطوات لكل هدف واتابع الخطوات دي. لان كل ما انجزت خطوه هحس ان انا بعمل حاجه. لازم نخلي الموضوع كده يبقى زي سلم، لو انا طلعت كام درجه وفاضل لي كام درجه عشان اوصل. فلو بصيت للموضوع من وجهه النظر دي هلاقي نفسي ان انا بنجز. خامس حاجه، هدف غير مقنع او مشجع بشكل كافي. يعني مثلا انا حطيت هدف بس الهدف ده مش نابع من جوايا، انا مش انا اللي عايزاه. زي مثلا حد في ثانويه عامه اهله عايزينه يذاكر عشان يجيب طب اخر السنه، فهو عايز يدخل هندسه، فهو بيذاكر طول السنه مثلا للطب ده، اللي هو بيذاكر بيعمل اللي عليه كده اي كلام عشان ما يتهزقش او عشان يجيب مجموع او ايا كان اللي هو بيعدي ايامه. غير لما يكون هو بيذاكر عشان يدخل الهندسه اللي هو عايزها، هتلاقيه طول السنه بياكل الكتب فعلا من المذاكره. ليه؟ عشان هو عنده حاجه هو نفسه يحققها لنفسه، هو مقتنع بيها ومتحمس ليها ومستنيها. فهي الفكرة كلها ان لازم يبقى الهدف ده نابع مننا احنا. الحاجة السادسة وهي تقسيم الاهداف لقرارات صغيرة. ليه بقى؟ خلاص حطينا قائمة الانجازات وظبطناها وكل حاجة بقت زي الاكس، الخطوة اللي بعدها مش التنفيذ، او والله زي ما بقول لكم كده، الخطوة اللي بعدها
تقسيم الاهداف دي، عشان ما ينفعش ان انا اخد كل الاهداف اللي انا كتبتها وهبدا في تنفيذها النهارده. انا هكون انسان جديد بقى من النهارده، وريني يا ابني ورقه الاهداف دي، كل ده انا هعمله النهارده. ليه بقى؟ عشان الواحد في الوقت اللي هو بيقعد يكتب فيه الاهداف اللي هو عايز يحققها والانجازات والدنيا دي، بيبقى الحماس واخده قوي. فانا دلوقتي الحماس واخدني، كتبت هدف التاني التالت الرابع، انا النهارده متحمسه قوي، فانا هبدا في كل الاهداف دي عشان ابقى شخص زي الفل. وبعدين بعد ما الحماس ده يهدى، خلاص بقى انا مش قادره اكمل في اي حاجه من الحاجات دي، وما بقتش متحمسه زي الاول ليهم اصلا. فالنتيجه هتبقى ان انا مش هخلص ولا واحد فيهم. وكلنا على فكره بنعمل كده وما تنكروش. عارفين الحمار المتهور؟ احنا والله العظيم بالظبط، اللي هو انا دلوقتي هعمل 1 2 3 4 وهقوم اعملهم كلهم دلوقتي عشان انا خلاص قررت اتغير. طب ماشي، طب ما دي لحظه حماسيه انا مقرره فيها، طب بعد ما اهدى بقى لا اصل الحاجه دي مش عارفه ايه، وهقعد اطلع عيوب للاهداف اللي انا بنفسي حطاها. فالاحسن ان احنا نقسم، اللي هو انا دلوقتي مثلا في فتره الاجازه هتعلم لغه، هتعلم حاجه، يبقى ده في فتره الاجازه. الفتره اللي بعدها هشوف هعمل معاها ايه. الا بقى لو هدف صغير ومش محتاج مجهود ومش عارفه ايه، ممكن ندخل 2 مع بعض مثلا. لكن بنصيحتي ما ينفعش نحط كله كده ويلا بينا على التنفيذ، علشان منطقيا كده ما ينفعش. يعني بعد المجهود والتخطيط والاحلام والدنيا دي النتيجه تبقى صفر، يعني عيب والله في حقنا كده. انا قلت لكم على كل الاخطاء اللي احنا ما نعملهاش. انا بقى دلوقتي هقول لكم على الزتونه كده اللي تعرفوا بيها ده ينفع يكون هدف ولا لا، وازاي اصلا احطه هدف وصح ولا غلط. الهدف لازم يبقى حاجه محدده جدا، اللي هو مثلا انا قررت دلوقتي هتعلم الفوتوشوب. طبعا اي حاجه مثلا بتبقى عباره عن حاجات كتير قوي في بعض. طب انا عايزه اتعلم الفوتوشوب، هتعلم الفوتوشوب ايه بالظبط في الفوتوشوب؟ مثلا اديت للصور ولا تصميم بقى من الاول خالص؟ ده لما هحدده هيخلي معايا النتيجه اسرع. ولازم يكون الهدف ده قابل للمتابعه، سواء باختبارات او بخطوات انت بتعملها. لو انت بتدرس حاجه يبقى المنطقي ان انت كل فتره، لو الحاجه دي مثلا هي ما فيهاش اختبارات معتمده، تعمل انت اختبارات لنفسك وتشوف هتعرف تعمل حاجه ولا لا، تعرف تقيم مستواك، هل انت بتتعلم ولا انت بتضيع وقتك مثلا. والحاجه اللي ما فيهاش اختبارات وكده تبقى خطوات، طب انا انجزت ايه، خلصت الخطوه دي ورحت للي بعدها، ولا انا واقفه في الخطوه دي بقالي كتير، طب واقفه في الخطوه دي ليه، لازم اشوف حلها واروح للي بعدها. ولازم يكون الهدف ده قابل للتحقيق. يعني ما ينفعش انا يبقى في جيبي 5 جنيه واجي بقرر ان انا في الصيف هروح المالديف. طب انا اصلا كل اللي معايا 5 جنيه، يعني انه منطق؟ محدش بقى يقول ان ده تفاؤل وحسن ظن بقى والكلام ده، عشان ده غباء والله العظيم بجد، مش اي تفاؤل ولا الكلام ده. لان المنطقي ان انا اخطط ازاي اجيب فلوس. يعني انا هروح المالديف بايه؟ هروح بفلوس. فالاول انا معيش فلوس، لازم الاول اخطط ازاي اجيب فلوس اللي هسافر بيها. ده المنطق، يعني ده المنطق بيقول كده. والهدف لازم يكون حاجه نابعه مننا احنا او ليها علاقه بينا. يعني مثلا ما ينفعش اكون حاطه هدف في لحظه حماس كده، اللي هو ده انا عايزه اطلع القمر، او بسبب ان انا ندمانه على حاجه عملتها، او حد تاني عايزني احقق الحاجه دي. لان الاهداف بتاخد من وقتنا وبتاخد مجهود وبتاخد تفكير وصحه، وبتاخد حاجات كتير قوي. فلازم واحنا بنعمل الحاجه اللي هنبذل فيها مجهود نبقى عارفين ان المجهود اللي احنا هنبذله ده في حاجه تستحق المجهود ده فعلا. واخر حاجه بقى هقولها هي نصيحه عامه ملهاش دعوة بالاهداف قوي او بالانجازات والحاجات دي. خلينا كده نحط الهدف رقم 1 في حياتنا عموما، ان احنا نشيل من حياتنا كل الناس اللي ملهاش لازمة وكل الناس السلبية. يعني هم بيتغذوا كده على السلبية وبيأثروا علينا. وما تقولش لا اللي انا مش بتاثر بالسلبيه او كده، لان انت مثلا لما تقعد مع حد انت طول الوقت سامع شكوى بس، هو حد شكاء بيشتكي لك من كل حاجه في حياته. عارف ده انا وانا باخد نفسي النهارده كنت حاسه ان نفسي كده تقيل عليا، مش زي العادي كده. الواحد حتى ما بقاش عارف يتنفس زي الاول. فاللي هو حتى اصغر حاجه هتلاقيه طلع لك فيها مشكله ويقعد بقى يتصعبن وشكاوي، وهو حد شكاء. فالحد ده انت لازم تبعده عن حياتك وتبعد كل الناس اللي ملهاش لازمه. هتقولوا احنا ما بنتاثرش واحنا بنسمع لهم وخلاص ومش عارفه ايه. لو انت ما تاثرتش بشكل صريح كده وواضح هتتاثر من جواك، هتلاقي نفسك زهقان، مش في المود، مش متحمس لحاجه مثلا، او سمعت فلان وهو بيشتكي عليها وما نفعتش معاه، او ممكن تكون هي نفعت بس هو ما قالش ان هي نفعت، فانت احبطت اصلا. فاحنا خلينا نبعد الناس دي كده عن حياتنا، عشان هم فعلا ما لهمش 30 لازمه وبيأثروا علينا. ولو انت بقى الشخص البكاء، نصيحتي والله العظيم ومن كل قلبي ليك
بجد اتعالج، والله العظيم انت محتاج علاج، يا اما تسكت. يعني بصوا حلين مفيش احسن من كده والله العظيم. بجد العالم مش ناقص بؤسكوا وشكاويكوا طول الوقت، كل واحد حياته فيها اللي مكفيها. عادي ان احنا نتضايق، عادي ان احنا نحكي ان احنا متضايقين، بس زي ما انا بحكي الوحش ما احكي الحلو. يعني مثلا انا اتخانقت مع صاحبتي وضربتها، وجيت اشتكيت لحد ان انا اتخانقت مع صاحبتي وضربتها، ليه لما اروح اصالح صاحبتي دي ما اروحش اقول؟ ليه بحكي الوحش بس؟ فبجد يعني بلاش 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 خالص الناس دي تبقى في حياتنا. وبكده اكون خلصت الفيديو ده وكل اللي انا كنت عايزه اقوله فيه. استنى رايكم في الكومنتات، وكمان لو عندكم اي اقتراح لاي موضوع قولولي. ما تنسوش اهم حاجه اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا الجرس، علشان الفتره الجايه ان شاء الله هيبقى فيها فيديوهات باستمرار. خلاص بقى مفيش تخاذل تاني، دخلنا السنه الجديده باهداف جديده وخلاص كله هيبقى اكس. وبس كده، اشوفكم الفيديو الجاي على خير. سلام.